السلام عليكم. طبعا نزل هذا الفيديو ما اعرف اذا اكو ناس بعدها تتابع بعدها تشوف. المايك ما هو موجود، دورت عليه هوايه وما لقيته. المايك ضايع. خلنا كلمتين احكي على السريع ونروح. مثل ما كانت اكو بدايه عندنا حلوه وانا اصلا استمتعت بها بدايه الامر، حبيت تكون اكو نهايه ايضا حلوه وتليق بالقناه والى اخره. فتره من الفترات كان اليوتيوب هو كل شيء بالنسبه لي. تفكيري شنو راح انزل، شلون راح افيد غيري. لا كانت عندي لا نيه انه شهرة ولا نية انه اصير معروف ولا ارقام ولا هم يحزنون. كل هاي الافكار ما كانت عندي ابدا ابدا ابدا. انا غايتي الوحيده انه شلون افيد غيري، شلون اقدم له فد نصيحه، شلون اقدم له فد معلومه. وكان هذا الشيء هو فقط كل اللي يدور ببالي. شويه شويه صار عندنا 30,000، صار عندنا 40,000، صار عندنا 50,000. المسؤوليه بدات تزيد، الناس بدات تسمعك. فبصراحه انا مستحيل اظل طول عمري انه انزل فيديوهات، ومستحيل انه بس اظل افكر بغيره وشلون غيري ممكن يستفاد. بصراحه بهاي القناعه بهاي الفتره انه بديت شلون افكر بنفسي، شلون اقدر افيد نفسي بمكان ثاني ممكن يخدمني اكثر. طبعا هذا التفكير ابدا مو عيب انه واحد شخص يفكر بنفسه. كل حياه يعني الحياه بها هوايه تجارب. انا ما اتفلسف براسك والله ابي عندي سوالف، بس كل فتره لها تفكيرها الخاص. بهذا التفكير صراحه انه اليوتيوب بالنسبه لي صار شيء ثانوي وشيء اصلا مو مهم بالنسبه لي، يعني عندي اشياء اهم. الحمد لله والشكر قبل كم يوم، يعني قبل كم يوم تقريبا اول البارحه سجلت باستماره التعيين المركزي، وان شاء الله شهر ونص او شهرين بالزايد على مباشرتنا بعد ورا الموازنه ورا التسهيل من رب العالمين. ف اقدر اكون بمكان انه افيد نفسي وافيد غيري بنفس الوقت. هذا كل اللي اريد اقول لك اياه، انه اني عندي شيء ثاني اهم من هاي الفتره. اذا تقول لي على فائده الناس، ففائده الناس اني ذيك الفتره كلها جاي اقدمها بصوره مجانيه. فائده الناس بالمستقبل اني ممكن افيد غيري بمكان ثاني مثل ما قلت لكم انه ان شاء الله بنتعين. هذا كل غايتي. اذا غايتي رقم، واذا غايتي شهره، واذا غايتي هاي، فهاي الاشياء كلها ما تهمني. واصلا القناه راح اعوفها وما راح انزل بها شيء، وهذا الشيء نهائي وعن قناعه تامه. ما عندي شيء بعد اضيفه، فقط انه اذا شخص في اليوم جرحته او اذيته بسبب مفرده من عندي او كلام او شيء معين، فانا جدا اعتذر من عنده. هو احنا الحياه كلنا يعني عابرين سبيل بيها، واتمنى لكم التوفيق. وان شاء الله انه ما اسمع كلام يقول ليش هيك وليش بعرف شنو. كلنا نتمنى التوفيق لغيرنا، فانا مثل ما اتمنى لكم التوفيق انتم ان شاء الله ما تتمنون التوفيق، والحياه حلوه وماشيه. شكرا لكل شخص ترك بصمه بهذه القناه، شكرا للرقم الحلو اللي وصلناه. هذا طبعا ثمره نجاح، ثمره انه فيديوهات هوايه نزلت والى اخره. الحمد لله فخور بكل شيء قدمته بالمرحله اللي فاتت. وبوسط كل التفاهات والمحتويات قدرنا نقدم محتوى حلو يفيد غيرنا ولو بشيء بسيط ويقدم له فد نصيحه. شكرا لكل شخص وصل لهاي النقطه. مع السلامه.